في ناس لما تنحب بتغني، وفي ناس لما تنحب بتكتب. بس الوطن ما بنحبه بالكلام، الوطن بنحبه وإحنا ساكتين، ساكتين وبنشتغل، ساكتين وبنمسح دموعنا، ساكتين ودمعة جوا العين بتحكي 1000 كلمة. هذا الوثائقي مش عن العلم، مش عن الجبال، هو عن الناس يلي حبوا الوطن بس ما حكوا. والله كل أم عندها ابن بتخاف عليه من الهوى، بس الواجب واجب. يعني كان لما أقول له يما لما بدك تروح تحارب أنا بدل فلسطين من الجلمة اللي عند جسر الشيخ حسين من فوق إلى ما تصل أبو ديس أنا بدلها، تريني بلحقك هناك مشي. قال لا يما احترت تسويها، هو قاعد بمزح معايا يعني. والله صارت مناورة بالجفر واشترك منها بالمناورة جيش وأمريكان ومن كل بلاد، واشترك معاهم. لما هي المناورة هي هذه اللي ركبت المراج. قالوا خذ الهدف يا هشام. قال له لا، خذ الهدف أنت. رمى الهدف بدون خارطة بالمناورة، طلع طيارات أردنية وأمريكان ومن كل بلاد. رمى الهدف من غير خارطة. والله يوم الجمعة هو نايم وانها العسكري بطق على الباب، هذه دار هشام. قلت له خالة هذه دار هشام. قال لي خالة موجود؟ قلت له موجود. فط من النوم بنام بالفرهول، يعني بنام بالفرهول قد ما هو الفرهول غالي عليه والسلاح غالي عليه. فط من النوم راح العسكري استقبلوا بوسوا وعبروا. يعني كان حبوب هشام لكل الناس، والله انهبلت عليه العالم لحد الآن ما قطعوا له ذكر ولا قطعوا له طارق. الله يرضى عليه وحنن عليه. كان لما يجي علي ويمشي يرجع ورا هيك بالسيارة ويقول لي بيده هيك. أقول له ما حفظ الله، الله يقاك بالأرض والسماء. يقول إني بقدعي عليه استغفر الله العظيم. والحمد لله استشهد شهادة ترفع الرأس. يقولوا له اقفز، يقول عندي أمل بالله أنقذها. أنا خذاني الملك على الديوان، سمعوني الشريط، قال اقفز يا هشام. يقول عندي أمل بالله أنقذها، بيا وبيها ما بقفز وبدشرها. أنا أقفز ويقولوا لي جبان، ما بقفز وبدشرها. يقول يما أنا روحي بالطيارة. والله الوطن يا خالة أنه الوطن والعرض هو اللي بيستاهل، الوطن والعرض هو اللي بيستاهل. بعدين الوطن ما في أغلى من الوطن. إحنا هسه بيطلع بدينا نخلي بلادنا ونطش بالصحراء، ما بنقدر نعرفش نعيش، ما بنقدر نعيش. فيش أغلى من الوطن على الآدمي إلا الولد. الولد والوطن والعرض هذا اللي غالي على الواحد. ما في وجع بالدنيا زي الأم اللي حضنت التراب بدل ابنها، بس الغريب إنها كانت واقفة، كانت حزينة بس مرفوعة الراس، لأنه ابنها ما راح، ابنها رجع للوطن وغطته الأرض واحتوته السماء. أنا أكون قدوة لطلابي في حبهم للوطن. فعندما أنا ألاحظ مقعد مكسور وأنا اللي بصلحه بإيدي، بنمي عند الطفل حبه للممتلكات العامة. هذه هي القدوة اللي أنا بغرسها في طلابي حتى يعرفوا إنه أنا حبي لوطني. الوطن كما ذكروا معالي الدكتور خالد الكركي هو أرجوان مخلوط بدم الشهداء. فتخيل كيف يمكن أن يكون معنى الوطن بالنسبة لي. الوطن بمفهومه علمونا من البداية على حب الأرض، على اللغة، على العادات. كانوا يحكونا النوع من القصص اللي يمكن من خلالها يكون فيها حب للوطن. تطور هذا المفهوم، وخصوصا الآن مع المناهج الجديدة والقطاعات الجديدة في إيجاد مؤسسية للوطن من خلال الحقوق والواجبات للمواطن. بالتالي سواء كان بالقديم
أو بالجديد نجد بأن مفهومي وحبي للوطن هو مفهوم واحد، لا شيء يعلو على الوطن، وقيمة الوطن قيمة سلوكية يتبناها الإنسان من خلال أفعاله. فنجد الطالب لما يحافظ على مقعده هذا حبه لوطنه، لما يلتزم بالقوانين والأنظمة والتشريعات هذا حبه لوطنه، لما يكون في عنده نوع من الديمقراطية التي لا يتجاوز فيها الحدود الحمراء أو الخطوط الحمراء هذا حبه لوطنه. فحب الوطن ومعنى كلمة الوطن شيء عظيم نبنيه نحن في أجيالنا، في طلابنا، جيل بعد جيل يتوارثوه حتى يبقى الوطن، ويبقى هذا الوطن نبراس على كل مواطن في هذا الوطن، فلا تضحية إلا للوطن. بالنسبة للجيل اللي أنا أمر فيه، يمكن جلالة المغفور له والملك حسين طيب الله ثراه كان بالنسبة لنا هو الرمز الحقيقي لهذا الوطن، وكيف انتقل بهذا الوطن مما كان عليه حتى خلف هذا الوطن لجلالة الملك عبد الله الثاني الباني الآن لهذا الوطن. فكانت الصورة الحقيقية إنه إحنا يعني بنشوف الوطن عماله ينمو قدامنا يوم بعد يوم بفضل القيادة الهاشمية اللي موجودة لدينا. إنه إحنا لما نبني السلوك عند الطفل، وخصوصا السلوك المتعلق في حبه لوطنه، هذه القيمة نبنيها من خلال قواعد وتعليمات إيجابية في حبك للوطن. يعني حبك لوطنك معناته حبك لأرضك، حبك لوطنك هو حبك لوالديك، رضا الوالدين مرهون بحب الوطن، انتمائك لهذا الوطن بمعنى أنك أنت عشقت الإسلام. وللبعد الإسلامي الآن إذا بتلاحظ، إذا إحنا نعطي قيمة إسلامية حقيقية للطفل نبنيها عنده، هي أصلا حب الأوطان هو نابع من ديننا الحنيف، والعرض والشرف والوطن والأرض كلها مبنية على قواعد إسلامية صحيح. وبالتالي من هون إحنا بنلاحظ إنه إحنا نبني مفاهيم وأفكار إسلامية، هذه الأفكار والقيم هي تدعو إلى حب الوطن من خلال أفعال الطالب، من خلال حفاظه على الممتلكات العامة، هو من خلال حفاظه على القوانين والتشريعات والأنظمة، من خلال حفاظه على أقل ما فيها الالتزام مثلا بالإشارة الضوئية. يعني الأجد الآن يعني يمكن إنسان تلاقيه متهور بسواقته أو كذا إلى آخره لأنه ما التزم بالإشارة الضوئية، هذا أنا بالنسبة لي أنا بعتبره أنه ما عنده حب للوطن. في كل طالب تخرج في بصمة من هالزلمة، في كل ولد نطق كلمة أردن صح كان هو السبب. ما بده وسام ولا مقابلة، بده بس وطنه يكبر ويحكي أنا بخير لأنك كنت هون. يعني حقيقة أنا بعد ما خلصت 20 سنة بجهاز الأمن العام بخدمة بهذا البلد الطيب، فإني كنت راضي تماما عن جميع ما قدمته، راضي تماما سواء كان بمكافحة إرهاب، القبض على أشخاص خطيرين، مساعدة أشخاص انقطعت فيهم السبل، فض مشاجرات ما بين أشخاص، تتعدد مثل ما بتعرف الأحداث. فطابع جميل لما تيجي على حدث وتنهيه. أنا كنت من الأشخاص اللي دائما بحاول أكون متميز بعملي، اللي وصلت ملحوظة لازم إني أنا أنهيها بشكل كامل، ما تتجدد مرة أخرى أو ما تتفاقم. متقاعد من جهاز الأمن العام، خدمت 20 سنة بمواقع مختلفة على مدار الخدمة مثل ما ذكرت 20 سنة، والآن الحمد لله يعني قدمنا واجبنا وتقاعدنا بال 2017. احنا كجهاز أمن عام وأنا كشخص أنا لا أهمل أي ملحوظة. هلا يوجد بعض الأشخاص إنه بس بده يحكي تليفون، فهلا أنا هون مش بموقع عندي مجهر أنا عليه أو تلسكوب إنه أنا أشوف هذا الشخص هو صادق أو غير صادق. فإذا كان صادق فأنا بصل للموقع بتعامل مع الحدث، إذا كانت المعلومة خاطئة فأنا ما خسرت شيء، هو بعض الجهد إني أنا وصلت للموقع والحمد لله على جميع الجهات إنه ما في
يعني من السيء انه انت تهمل اي ملحوظه بتيجي لك، لانه اغلب الملحوظات بتكون صحيحه. يعني اتمنى على الله انه ربنا يحفظ الوطن وقيادته وشعبه بخير، وسواء انا او اي شخص من زملائي العاملين او المتقاعدين يعني قدموا ما باستطاعتهم، والحمد لله رب العالمين بلدنا آمن بفعل النشامة، سواء بالجهاز الأمني الموجود بمختلف أفرعه أو بالجيش العربي ومواطننا الأمني وقيادتنا الهاشمية. فنتمنى على الله أن يبقى بخير، وربنا أنه يعطينا كل ما هو جميل في هذا البلد. أنا مش معروف، ما إلي صورة على حيط ولا اسمي مكتوب على حجر، بس خطوتي هي اللي حفرت حدود هالبلد. أنا الجندي المجهول اللي ما ركض ورا لا شهرة ولا راتب. كنت أدور على أمي ما تظل تدعي وهي خايفة، وعطفل ما بحلم وهو مفزوع. كنت أدور على وطن نظل نقول عنه إنه إلنا. ركضت بعتمة الليل، بردت ونمت على تراب قاسي، بس ولا مرة نمت ورا ظهر الوطن. ما حدا سألني من وين ولا شو اسمك، الكل كان عارف أنا من هون، من نفس الطين اللي انتوا واقفين عليه. أنا اللي بحرس حدود يمكن ما بعرف ملامحها، بس بعرف إنها ورقة عمرها ما لازم تتمزع. أنا اللي واقف ومبسوط إنه ظهري هو أول حيط بهالبلد. يمكن ما إلي هوية معروفة، بس الأرض حافظتني والسما بتعرف اسمي، وكل طلقة مرت من جنبي بتعرفني من نظرة عيني. أنا مش شهيد، أنا صاحي وواقف، وكل يوم بحكي مع حالي بصوت ما بوصل لحدا. لو متت أنا مين رح يظل واقف؟ احكوا عني مش عشان أنا بطل، احكوا عني عشان في آلاف زيي بيضحوا وبيسكتوا، بيشدوا حيلهم وبيكتموا وجعهم عشان البلد تظل رافعة راسها، حتى لو إحنا موطين روسنا من التعب. ما بنعرف اسمه ولا عمره ولا من وين، بس عارفين إنه بيحبنا وبحب هالبلد أكثر من حاله. بيسهر وإحنا نايمين، بيدفي الحدود وإحنا تحت البطانيات. ما طلب شكر لأنه عارف الوطن مش شغل، الوطن حياة. الوطن مش بس مكان تولد فيه، الوطن هو المكان اللي متت عشانه، تموت وانت راضي. حبك يا وطن مش بس كلام نكتبه، حبك دمعة ما بتنزل قدام الناس، بس جوا القلب غرقنا فيها.